تفتكروا ايه اللي حصل للسيدة هاجر بعد ما ابراهيم عليه السلام سافر ورجع لبلاد كنعان تاني؟ بص يا سيدي، بعد ما ابراهيم عليه السلام رجع لبلاد كنعان تاني يوم السيدة هاجر ثديها جف من اللبن، والصحراء اللي كانت فيها لا كان فيها ميه ولا اكل، فكانت بتطلع على جبل الصفا وكانت بتشوف سراب عند جبل المروه، فكانت بتنزل وتجري مهروله لجبل المروه وتلاقيه سراب ومفيش ميه، وكررت الموضوع ده 7 مرات بين جبل الصفا وجبل المروه، وكانت بتشوف جبل المروه على انه سراب وان موجود ميه هناك. وفي الوقت ده هي كانت منزعجه جدا من صراخ ابنها اللي هو مش عارفه تعمل له اي حاجه، لا هي عارفه تاكله ولا تشربه واللبن جف في ثديها. في اللحظه دي جبريل عليه السلام نزل الارض في الوقت اللي اسماعيل عليه السلام كان بيدبدب برجله على الارض، فانفجر تحتيه بئر من المياه، فشرب الميه وارتوى وسكت خالص عن الصراخ. وكانت السيدة هاجر بتسعى علشان تلاقي ميه علشان تشرب ابنها اللي ما انقطعش خالص عن الصراخ، وفجأة ما سمعتش خالص صوت للصراخ، فرجعت بسرعة علشان تشوف ابنها ليه وقف عن الصراخ وحصل له ايه، فلقت ابنها تحتيه بئر من المياه والميه عمالة تجري من تحت رجل ابنها. فضلت السيدة هاجر تلم فيها وتقول لها زمني زمني، ومن هنا أطلق عليه بئر زمزم. ومن هنا كانت أول مناسك للحج، وهو سعي السيدة هاجر من الصفا للمروة 7 أشواط اقتداء بها عليها السلام. ومن الفخر وتكريم رب العزة علينا كمصريين إن السيدة هاجر كانت مصرية، علشان كده العرب ينسبوا للمصريين، وأصل العرب هتعرفوه الحلقة الجاية.